السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليه نشتري بالغالي واحنا ممكن نعمل أكبر كمية في البيت بأقل تكلفة وأحلى من بره بكتير وبجد طعمه حكاية. هنعمل مع بعض النهاردة مشروب الكركديه المركز. هنعمله بطريقة سهلة جدا وكمان هيوفر معاكم كتير. حطوا لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكوا كل جديد. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول وندخل على الوصفة بتاعتنا. في البداية كده جبت حلة فاضية ونزلت بربع كيلو من الكركديه. انا شطفته بس شطفة بسيطة كده تحت الحنفية عشان بخاف لا يكون فيه تراب من بره. نزلت بيه في الحلة كده ونزلت كمان بكيلو من السكر، وهنزل كمان ب2 لتر من المية بحيث ان المية تغطي بس طبقة الكركديه من فوق. هنزل بقى ب2 لتر من المية وهنرفع الحلة بتاعتنا دي على النار لحد ما الكركديه بتاعنا يغلي شوية وينزل اللون الاحمر اللي فيه وتلاقي الورقة بتاعته بقت طرية معاكي خالص كده. تمام. هنشيل بقى الحلة بتاعتنا ونرفعها على النار ونسيبه بقى حوالي ربع ساعة تلت ساعة لحد ما الورقة بتاعته تستوي خالص وتنزل اللون الاحمر اللي فيه كده. تمام. سبته لحد ما نزل اللون الاحمر اللي فيه، سبته حوالي ربع ساعة وكده خلاص. الورقة بتاعته ما شاء الله يعني تحس انها بقت طرية خالص واستوت خالص الورقة بتاعته. بعد كده هنجيب بقى بولة غويطة ونجيب مصفى سلك ضيقة ونصفي الكركديه بتاعنا. بعد كده هناخد شوية بشوية كده من اللحم ونحاول نصفيهم لحد ما ينزل المية اللي فيه. وحاولي بقى وانت بتصفيه كده بقى تعصري بايديكي عشان تنزلي الحمار بتاع الكركديه معاكي ويديكي لون احلى وطعم احلى. تمام. هعصره بقى بايديا. انا طبعا ايديا نظيفة، ممكن البس جوانتي بس انا بصراحة ما بحبش استعمل الجوانتيات خالص، فبعصره بايديا. اعصري بقى براحتك خالص ونزلي اللون الاحمر عشان يبقى ناشف معاكي خالص، وكل شوية برضو زودي شوية مية كده. طول ما بيحسي كده ان هو بينزل لون تقيل معاكي حطي برضو شوية مية عليه كده. خلاص عملت الكمية ديت وعملت كمية تانية كمان. بسم الله ما شاء الله عمل معايا كمية كبيرة قوي. عايزة برضو اوريلكم كده شوية في الكوباية. شايفين لونه الطبيعي عامل ازاي معايا؟ بسم الله ما شاء الله لونه جميل جدا. جربوه واعملوه في البيت ان شاء الله توفروا كتير، وحاجة كده نضيفة من عمايل ايديك انت ضامنة عاملاها ازاي، وحاجة احلى من بره بكتير. يعني ربع كيلو من الكركديه عمل لي ما شاء الله الكمية اللي انتوا شايفينها دي. بجد بجد مش هتندموا خالص، اعملوه في البيت ووفروا هيبقى احلى من بره بكتير. الفيديو اللي فات عملت معاكم التمر هندي برضو كان طريقته حلوة جدا وسهلة وما شاء الله برضو عمل معايا كمية كبيرة. هسيب لكم الرابط في صندوق الوصف. جربوا الطريقة، لو عجبتكم ان شاء الله اعملوا لي لايك واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس على كلمة الكل. اشكركم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.